بسم الله. نبدأ. انتهى من دقيقتين ماتش الأهلي وصن داونز. هنتكلم عن الشوط الأول. انتهى ماتش الأهلي وصن داونز، ماتش الإياب هنا في استاد القاهرة. الأهلي متأخر بهدف. هنيجي ناخد الماتش بس بالتدريج كده. الشوط الأولاني الأول بداية ممتازة، بداية كويسة جدا 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 للنادي الأهلي. الأهلي لعب بيهاجم، عايز يضغط من أول دقيقة، عايز يجيب جون، عايز يعوض بسرعة فرق الهدف علشان خاطر يبحث عن الهدف الثاني اللي هيديله الحق في التأهل. صن داونز بدأ ارتباك شديد جدا من فريق صن داونز، بس وضح الارتباك بشكل اكبر على ويليامز حارس المرمى. حارس المرمى اللي كان متميز وكان له الافضليه او كان له الفضل في الفوز والحفاظ على شباكه هناك، الا ان هو اكتر من كره بتتلعب عرضيه واكتر من كره بيمسكها وتقع منه، ولكن لم يستغلها كهرباء على الاطلاق. كوره تقع تخبط في المدافع، تخبط في القائم، يجي المدافع يطلعها تقع من ايد حارس المرمى. كرة تقع من ايد حارس المرمى يجوا يطلعوها، كهربا يشوطها بره. كرة تانية تقع من ايد حارس المرمى، المدافع يجي يطلعها تخبط في رجل كهربا تروح في القائم. بص، انا حاسس ان انا مش بتفرج على مباراة، انا حاسس ان انا بتفرج على ماتش بس في السينما مش في الرياضة. حقيقي حاسس ان في حاجة دراماتيزيشن، في حاجة بتتعمل كده متفقين عليها، حاجة ملهاش علاقة بالكورة. لكن لما اجي اتكلم على فريق صن داونز، ان هو ما استهلكش وقت اكتر من 13 دقيقه علشان يدخل في اجواء المباراه. دخل صن داونز في الدقيقه 13 في اجواء المباراه بعد ما الاهلي حاول مره واثنين وثلاثه وجاله ضربه جزاء. للامانه عشان ما حدش يزعل مني، انا بقول اللي الشاشه جابته، انا مش بجيب حاجه من عندي. انا ما فيش حد في الدنيا يطلع يتكلم على حاجه هو جايبها من عنده او هو اللي مخترعها او هو اللي عمل لها اديشن جوه المباراه. القصه ضربه الجزاء مش ضربه جزاء تماما 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 تماما. لو اتحسبت صح، رجل بيرسي تاو فاول عليه. ارتفاع رجل بيرسي تاو في مشاركته في الكوره هي فاول عليه وليس ضربه جزاء. دي للامانه ليك انك تقبل، ليك انك ترفض، انت حر. بس انا بقول اللي الشاشه جابته، ارتفاع ومشاركه بيرسي تاو برجله ارتفاعها عالي جدا 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 جدا، تتحسب فاول عليه وليس ضربه جزاء. دي قصه، انت حر، تقبل ما تقبلش. نتكلم على ضربه الجزاء. اول مره علي معلول بيغير زاويته. علي معلول دائما وابدا بيحطها على يمين الحارس، بيحطها المره دي على شمال الحارس، الا ان الحارس ويليامز اراه. ويمكن دي الحاجه الوحيده اللي كان ويليامز موفق فيها في الشوط الاول، ان هو يصد ضربه الجزاء من علي معلول عشان يدخل سان داونز في اللقاء. ان تحس ان ضربه الجزاء لما ضاعت الفريق تماسك اكتر، الفريق بدا يظهر ان هو سان داونز يعني انا هتكلم عنه كتير، لان بصراحه الفريق ده هو برازيل افريقيا، هو بعبع افريقيا. اذا كان الاهلي سيد اسياد افريقيا، فده بعبع افريقيا حقيقي. ماتشاته مع الزمالك كسب الزمالك، ماتشاته مع الاهلي كسب الاهلي، وفي منهم ماتشين بالخمسه. فريق بيلعب بطريقه من ايام بيتسو موسيماني او مع مكوينا، فريق ما بيتغيرش، عنده طريقه تفكير وطريقه لعب غريبه. النهارده هو نفس ماتش الذهاب بيلعب بنفس الطريقه، 3-4-3. لما الكرة بتبقى معاه 3-3-4، لما الكرة بيفقدها فريق بيقدر يرجع يتكون تاني حوالين الكرة ويرجع 4-4-2. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللياقة البدنية دي؟ ايه الفريق ده؟ فريق طريقة لعبه بتعتمد على ان الكرة بهدوء بتطلع من تحت لفوق، شورت باصات صغيرة ما بينهم وما بين بعضهم، ما بيستغنوش عن اللعب بالكعب. فرقة انا ما شفتش فريق له فورميشن او سكواد بالمنظر ده، باللعيبه دي في كل مركز. يعني انت غايب عنهم اللعيب رقم 4 اللي هو مؤثر جدا بالنسبه لهم، انا ما حسيتش بغيابه. عكس ما انت دائما وابدا تلاقي الاهلي قدام صن داونز هناك كان فاقد للهويه، فاقد لكل شيء. الاهلي ما كانش موجود، الاهلي ما كانش قادر يستخلص الكوره، لو استخلصها مش عارف يطلع بيها ازاي، بيفقدها في خلال 5 6 7 ثواني. الاهلي ما كانش هو الاهلي النهارده. الاهلي لسه مش هو الاهلي النهارده في الشوط الاولاني بيحاول يبحث عن هويته. هو النهارده لعب علشان يخترق 3-4-3، لعب بجبهات، حط ديانج رماه ناحيه اليمين مع اكرم توفيق وبيرستاو، وحط مروان عطيه ناحيه الشمال رماه مع حسين الشحات وعلي معلول. طب ما انت يا حبيب قلبي فضيت نص الملعب تماما وسبت امام عاشور لوحده بيجري وبيهاجم وبيرجع.
مفيش. طب ايه اللي يضرك في كده يا عم النادي الاهلي يا عم كولر؟ اللي يضرك ان ساعه ما سان داونز بيستخلص منك الكوره، سرعان ما بيقدر يبني، سرعان ما بيلعب كذا شورت باص في نص الملعب، ما بيلاقيش حد يقابله في نص الملعب، لان انت مرحل مروان عطيه شمال ومرحل ديانج يمين، وبالتالي امام عاشور ما ارتدش لسه من الهجمه اللي هو بيهاجمها، فالفريق بيبني مرتاح لان ما فيش حد في نص الملعب بيقابله. انت اديت له نص الملعب، وده مش صح مع فريق زي سان داونز. انت مش بتقابل فريق عديم الهويه، مش بتقابل فريق في المركز ال 16 في الدوري العام، انت بتقابل فريق جاي ينافسك على الوصول للنهائي. فلا يجوز خالص ان انا افضيله نص الملعب واعتمد على الجبهات. بالعكس، انت عايز تخترق دفاعاته لازم تحط 2 ارتكاز، على الاقل 1 6 و1 8 قدامه. انما تسيب له نص الملعب تماما وتكون جبهتين، طب ما هو ما بيلعبش جبهات، بدليل ان اللعيب الهاف ليفت بتاعهم اول ما بياخد الكوره ما بيروحش لاكرم توفيق، ده بياخده ويخش بيه لجوه. بياخد اكرم توفيق ويخش بيه لجوه، بيسيب اكرم توفيق لوحده خالص. انت كون جبهاتك براحتك والعب براحتك وانا هخش من العمق، لان انت اديتني الفرصه وسبت لي نص الملعب. حقيقي النادي الاهلي انا شايف ان هو برده مش هي دي البدايه. يعني النادي الاهلي بيلعب، الجمهور مساعده، الجمهور ولا اعظم ولا افضل من كده. النادي الاهلي بيلعب حماسي، في من اللعيبه عندها موتيفيشن بتلعب بيه، حماس بتلعب بيه، انما تكتيك مفيش تكتيك. يعني حقيقي انا من هنا هرفع القبعه دائما وابدا للكابتن رضا عبد العال لما قال كولر ده هج ومش هكمل، احتراما وادبيا مش هكمل، بس هو رضا عبد العال قالها، ده مش مدرب، ده جاي ياكل عيش. فعلا انت جيت كلت عيش على الدوري المصري تماما، قدرت تكسب فرق افريقيا اللي هي كلها تعتبر ضعيفه. لما بتقابل البعبع انت لحد النهارده مش عارف تكسب البعبع. قابلت سان داونز 6 مرات مفيش ولا فوز فيهم. تعليقا على الكابتن سيف زاهر بيقول لك ان كهربا ملوش بديل، انا بقول لك كهربا هو احسن له انه ما يكونش موجود اصلا، مش ما يكونش له بديل. كهربا انا قلتها في فيديو واثنين وثلاثه، كهربا ما بيعرفش يستلم كوره، والنهارده بقول كهربا ما بيعرفش يستلم كوره، الكوره بتجيله بتطرش منه. قالب بكوره يا كابتن سيف، قالب بكوره يا كابتن سيد عبد الحفيظ، سلم استلم، والتسليم الباص على قد المسافه. ده اللي احنا اتعلمناه في الكوره وده اللي احنا فهمناه في الكوره. علشان بس ما تقولش انت مين، او حد يقول انت مين اللي بتتكلم، انا راجل اكاديمي تربيه رياضيه تخصص كره قدم. بعد اذن حضرتك قالب بكوره سلم واستلم. كهربا ما بيعرفش يستلم، بيبقى كهربا ما عندوش فكره عن استلام الكوره، ما بيعرفش يستلم والكوره تقف تحت رجله علشان يبدا بيها. تمام، دي نقطة تانية ان امام عاشور واضح عليه جدا ان هو راجع من الاصابة، واضح ان امام عاشور كان مصاب، واضح ان امام عاشور ما كانش فيه مشاكل، واضح ان امام عاشور بصراحة راجع من الاصابة ومش قادر يجري، مش قادر يعمل سبرنت بصراحة. انا مش عايز اقطع، انا عايز ابني ان الاهلي لازم يكسب. بس عشان الاهلي لازم يكسب لازم هو يديني دلائل، يديني تكتيك، يديني الروح اللي هو بيلعب بيها، يديني شكل بيقول ان الفريق ده يقدر يكسب سان داونز، الفريق ده بيلعب بحماس، الفريق ده ما عندوش هويه. نيجي بقى للشوط الثاني اللي كان فيه فريق سان داونز في جنوب افريقيا. في الشوط الاولاني بدا يرجع، في الشوط الثاني حارس المرمى ويليامز بدا يرجع، لعيبه سان داونز بدات ترجع، تغييرات بالنسبه لسان داونز خلته يمسك نص الملعب، خاصه اللاعب رقم 8 اللي نزل مسك نص الملعب تماما بعد ما مستر كولر فضهوله وسحبهوله. حتى تغييرات كولر سحب كهربا نزل موديست، كتر خيرك انت ضيعت هجوم النادي الاهلي. وانا عايز اعلق على كهربا واعلق على موديست، الاثنين ما شاء الله عليهم اضافه لسان داونز، يعني هم تغييرين، سواء انت بادئ بكهربا هو اضافه لسان داونز، انت بادئ نزلت موديست هو اضافه لسان داونز. فانا شايف الماتش ما فيهوش كلام كتير غير ان سان داونز فريق كبير. الماتش ما فيهوش غير ان كولر ضيع نص الملعب، ضيع الاستحواذ، ضيع الاستخلاص. فريق سان داونز قدر يمنعك وركز في كلمه يمنعك انك تبدا هجمه. كورنر يتلعب على الشناوي ياخد الكوره مش لاقي حد يلعبها له، يضطر يلعبها طويله. الكوره تبقى في خط الدفاع محمد عبد المنعم او مروان عطيه او رامي ربيعه او اي حد، يضطر يلعبها طويله. علي معلول عمل سبرنت في الدقيقه 60، حس ان عنده 60 سنه. علي معلول عمل سبرنت حس ان عنده 60 سنه، فوقت كوره معاه بيلعبها عرضيه حطها بره الملعب. مفيش علي معلول، مفيش الكوره بتتلعب وراه. اكرم توفيق بيلعب بحماس بس مفيش عقل، مفيش مايند سيت. يعني العقل فين يا عم؟ الراجل كل شويه يرقصك وياخد منك فاول. اهدى
اهدى. عشان تكسب لازم تكون فريق بطل، عشان تكون فريق بطل لازم تكون هادي. معاك 7 دقايق وقت ضايع، اهدى. الاهلي وصل لمرحله الشحاته، انت بتشحت فاول، انت بتشحت ضربه جزاء، الكوره جت في ايد اللعيب من جسم اللعيب زميله، يعني مفيش اي قاعده من قواعد ضربات الجزاء، وايده في جنبه، الوضع التشريحي له بيقول ان هو ما حركش ايده ولا حركها بره جسمه، يعني مفيش ضربه جزاء. لا ومش كده وبس، وبره منطقه الجزاء، انت بتشحت ضربه جزاء، انت بتشحت فاول، انت بتشحت حاجه من على منطقه ال 18، من حوالين ال 18. مش ده الاهلي. طب ايه السبب؟ هل اللعيبه؟ انا شايف ان اللعيبه مش مؤثره، انا شايف ان عدم وجود مهاجم عندك انت يا كولر السبب فيه، انت اللي مشيت محمد شريف. شايف ان نص الملعب عندك لما باظ، يا كولر انت السبب فيه، انت اللي مشيت حمدي فتحي، كان عامل معاك فرق كبير جدا. طيب بعيدا عن حمدي فتحي اللي مشى، وبعيدا عن محمد شريف اللي مشى، انت كان ممكن النهارده تلعب بعيدا عن طريقه الجبهات، كان ممكن تلعب امتلاك نص الملعب، تدوير للكوره كتير جدا، محاوله اختراق التكتل الدفاعي لصن داونز، محاوله اللعب في الاماكن الفاضيه ورا الباكين بتوع صن داونز، بحيث ان انت تاخد كوره. بيرسي تاو اشتغل على الحته دي في الشوط الاول شويه، ولكن مفيش معاه مساعدات. الكور العرضيه مفيش كور عرضيه، الناس اللي بتقابل الكور العرضيه علشان تحرز منها اهداف او تعمل خطوره على المرمى مفيش. انت مش مدي حاجه للناس تحفظها وتلعب عليها، غير ان انت عملت جبهتين وهم سابوا لك الجبهتين. يعني مدرب صن داونز ده، انا ما اعرفش الراجل 36 سنه ازاي، الراجل ده ذكي جدا، ساب لك الجبهات. انت عايز الجبهات، خد الجبهات، سيب لنا بقى نص الملعب. لما انت سبت له نص الملعب هو خد منك كل حاجه، هو خد منك كل حاجه، وصلك لمرحله الشحاته. فحقيقي انا لا تعليق غير الف مبروك صن داونز، فريق كوره على مستوى عالي جدا، يستاهل الفوز، يستاهل الوصول للنهائي. ولو كسب الوداد انا مش هزعل، مع ان انا بتمنى حالا التوفيق للوداد المغربي باعتبار ان هو فريق عربي شقيق. هارد لك للنادي الاهلي. النادي الاهلي في الماتشات الكبيره مع مستر كولر مفيش، بيبان على حقيقته. يعني في السوبر الافريقي بان قدام اتحاد العاصمه الجزائري، النهارده قدام سان داونز ظهر على حقيقته. لما نيجي نشوف هو اتاهل للدور ده ازاي، ما فاز، هو تعادل 2-2 وتعادل 1-1 واعتمد على ان الهدف ب2. فالنادي الاهلي ما كسبش ماتش في البطوله دي. فالنادي الاهلي محتاج اعاده نظر